فين الحكمة لما اتربينا على حب تراب الأوطان وأحجاره؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده؟ ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال الله جل في علاه على لسان يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وقصد يوسف هنا عليه السلام ان اخواته يأتون بأبيه يعقوب وبأهله من فلسطين الى مصر، لأن يوسف عليه السلام في القصة المعروفة التي ذكر الله سبحانه وتعالى عاش في مصر وحصلت له الابتلاءات المعروفة حتى وصل وصار وزير المالية، يعني زي ما يمكن أن يقول يعني. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والله سبحانه وتعالى جعل في تلك الأوقات يعني مصر كانت الوجهة وكان يؤتى إليها من كل مكان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف الجدب اللي حصل بالناس وأصبح الناس كلهم يتهافتون على مصر، واستمرت البركة دي وكون مصر يعني الوجهة حتى زمان فرعون كما سيأتي وزمان موسى عليه السلام. وعموما مصر في كثير من الأزمنة والحمد لله بلاد الأمان والسلام، يعني حتى قال بعضهم هذا من بركة دعوة يوسف عليه السلام. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك، أنت الذي آتيتني، وعلمتني من تأويل الأحاديث، النبوة والعلم، فاطر السماوات والأرض، أنت الملك الحقيقي، أنت خالق السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، ليس لي إلا أنت يا رب، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لأن هذه حقيقة الحياة. فشوف يوسف عليه السلام عاش في مصر ووطئت قدماه أرض مصر وتراب مصر وأحجار مصر وصار وزير أعظم بلد وأعظم أرض يتوجه إليها الناس حيث كان الجد. وشوف تواضعه وشوف دعاءه وطريقته في نسب الفضل لله جل وعلا. تعال في الاتجاه المعاكس، قال فرعون الطاغية، وفرعون على المشهور هو رمسيس الثاني أو ابنه، وجسد كليهما موجود إلى الآن. وفرعون كان في وقت موسى وكان هذا بعد وقت يوسف عليه السلام، لأن يوسف ابن يعقوب وبعد هذا موسى من أحفاد يعقوب عليه السلام. وأصلا ده سبب وجود بني إسرائيل في مصر، لأن لما جاءوا في وقت يوسف فضلوا بقى موجودين في مصر. قال الله جل في علاه ونادى فرعون في قومه يا قوم، يعني في قوم مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يعني شوف فرعون ماذا يقول اللي كان في أرض مصر بعد يوسف، وشوف يوسف ماذا قال: ربي قد آتيتني من الملك أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني موسى عليه السلام، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه، استغفلهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني لفسقهم أطاعوه واستخف بعقولهم فقبلوا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، مثل لينا عشان نعتبر. يوسف عليه السلام عاش في مصر وكان متواضعا ونسب الفضل لله وكان مصريا، خلاص عاش سنوات طويلة وإن كان في الأصل من بني إسرائيل. وكذلك فرعون كان مصريا. فشوف انت الفرق بين النموذجين، نموذج يوسف عليه السلام ونموذج فرعون. ولذلك
مؤمن آل فرعون ذكر يوسف عليه السلام. انتوا عارفين يا جماعة الله سبحانه وتعالى لما بيكون في طاغية الله بيجهز لإهلاكه يعني على نار هادية. يعني فرعون سنوات طويلة والله سبحانه وتعالى يقدر الخطط لإهلاكه، فجعل من داخل بيته امرأته، وموسى نفسه هو رباه والماشطة، ومن خارج البيت جعل رجل نصح موسى أن يخرج لما قتل الرجل خطأ، ومؤمن آل فرعون لما موسى رجع بالدعوة، مؤمن آل فرعون والسحرة. فمؤمن آل فرعون ذكر الله قصته في سورة غافر حتى سميت سورة المؤمن. ومن ضمن ما قال ماذا؟ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يعني قصة يوسف كانت معروفة بينهم عليه السلام، وأصلا كثير من القصص القرآنية هي معروفة في السابقين ومعروفة ومنتشرة في الكتب، ليس في كتب المسلمين فقط يا جماعة. دي قطعيات، يعني قطعيات من ديننا، وكذلك غيرنا مصدق عليها. مؤمن آل فرعون ذكرهم بيوسف عليه السلام، والله ذكر هذا للحكمة والتأمل والعبر. وتأمل كده في نهاية يوسف عليه السلام وفي نهاية فرعون، وكلاهما كان رئيسا على مصر. يوسف عليه السلام بعد الامتحانات والابتلاءات الشديدة كيف صار وكيف كان؟ وقال له ملك مصر وقتها إنك اليوم لدينا مكين أمين. وكان الملك ده لا شك فيه صلاح، وهو الذي أخرجه من السجن. وشوف ختم الله ليوسف عليه السلام بالتواضع وبالموت مسلمة. فتأمل في يوسف عليه السلام وتواضعه رغم النبوة والملك، وتأمل في فرعون المتجبر ماذا فعل الله به، وهو نفسه ماذا قال قبل ما يفعل الله به ما فعل. بعدما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون على بني إسرائيل وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، رجع فقال ماذا؟ قال الله حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. مش من شوية قلت عليهم إن هؤلاء شرذمة قليلون؟ من كام ساعة بس، ده كان في ليلة ما حصل الغرق. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وفي سورة الشعراء بعد ما فرعون قال إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون، قال الله عز وجل فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. يعني مباشرة بالفاء، حتى قبل ما يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء أمر الغرق. يا جماعة هذه القصص للعبرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني السائلين عن العبر. ده في القصص اللي ربنا ذكروا لينا وإحنا ما شفناهوش، فما البال باللي إحنا بنشوفه. الإسلام دين عملي، دين تطبيقي. الله سبحانه وتعالى ذكر فرعون مثالا للملوك الجبابرة، وذكر يوسف مثالا للملوك المتواضعين. فهل إحنا المفروض نعظم تراب الأوطان وأحجار الأوطان حتى لو عاش عليها جبابرة؟ في ملوك متواضعين وأنبياء عاشوا على التراب والأحجار دي، وفي بلطجية وجبابرة عاشوا على التراب والأحجار دي. فهل دي بتقدس لذاتها يعني زي ما احنا بنتربى؟ وقد نجحوا وشابوه ليهم يعني في ان هم يربونا فعلا على تقديس التراب والأحجار وعلى تقديس الفراعنة اللي أكثرهم كان مشركين. ولو انت تقصد بالفراعنة المصريين بس، طب ما يوسف كان مصرية بصراحة. يعني هم نجحوا في ان هم يربونا في المدارس وكتب المدارس وغيرها على تقديس الفراعنة وتقديس التراب والأحجار، والفراعنة أكثرهم كانوا مشركين، وحتى هم كانوا بيذكروا ده في الكتب، كانوا بيعبدوا غير الله. بس احنا كنا بناخدها بأسلوب تعظيمهم. فسبحان الله. وتقديس الأرض والأحجار، طيب فهل هو ده الصح تقديس الأرض والأحجار، ولا تقديس وتعظيم ما عظمه الله واحترام المحترم مش احترام البلطجي؟ طب ما يوسف عليه السلام كان مصريا، ومن اتبع يوسف من المصريين
كان مصريا. الأمر هنا متعلق بالتراب والأحجار ولا متعلق بالحق وبتعظيم ما عظمه الله؟ فهل تحب تكون زي يوسف عليه السلام متبعا للحق معظما لما يعظمه الله بغض النظر ده كان في أرض مصر ولا في غيرها؟ ولا تحب تكون زي فرعون البلطجي وقومه اللي كانوا مصريين والذين قال الله عنهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وقال الله جل في علاه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي رواية ادخلوا آل فرعون أشد العذاب.